زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى. إني مرسلك مع أبي عبيدة الأمين الذي إذا ظلم لم يظلم، وإذا أسيء له غفر، وإذا قطع وصل، رحيم بالمؤمنين شديد على البأس. الذي كلفه وهو تكليف من الصديق أن إذا اجتمعت الجيوش الثلاثة سيكون الأمير العام عليهم هو أبو عبيدة بن الجراح. وتحرك أبو عبيدة رضي الله عنه. كانت وجهة أبو عبيدة كما طلبها الصديق هي حمص، ولكن في البداية سيعسكر الجيش في البلقاء جيش يزيد، وفي الجابية في تل الجابية أبي عبيدة بن الجراح، وفي بصرى سيكون جيش شرحبيل بن حسن رضي الله عنه. عندما أراد التحرك جيش أبي عبيدة بن الجراح أوصاه الصديق أيضا بوصية، وكأنها وصية مودع، فأوصاها بعبارات: اعمل صالحا وعش مجاهدا. فيا أبو عبيدة أكثر من العمل الصالح في الشام، ثم عش مجاهدا في الشام، وتوفى شهيدا. فجاءت رسالة أبو عبيدة للصديق، وكان في وقتها في مكة المكرمة في موسم الحج في شهر ذي الحجة. فقال لأبو عبيدة: أما منزله في أنطاكيا فهو هزيمة له ونصر للمسلمين، وهل كنتم تظنون أنكم ستذهبون إلى حصونهم وقلاعهم ثم لا يخرجوا لكم من عندهم من الجنود؟ ولكن والله نحن لا نخشى الرومان، وإن لجندي من جنود المسلمين خير من 1000 من جنود الرومان. يقول الصديق: وإني سأمدك بالرجال تلو الرجال حتى لا تطلب الاستئذان. أوصاه بوصية، قال له: يا ابن أخي هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن أخوه، يا ابن أخي لا تضرب ضربة بسيف ولا طعنة برمح إلا في سبيل الله. فقال له هاشم: يا عمي كيف تريدني أن أجعل الدنيا في عيني وقد علمت أني عائد إلى ربي؟ في هذه الأثناء أراد أحد الصحابة الكرام وهو بلال بن رباح أراد الجهاد في سبيل الله، أراد أن يخرج مع جيش سعيد بن عامر ليجاهد في سبيل الله في أرض الشام. فالصديق رضي الله عنه كان يستأنس بأذانه ويتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الصديق من بلال أن يرجع معه إلى المدينة ولا يذهب إلى الشام. فقال له بلال: يا أبا بكر الصديق، إن أعتقتني لنفسك فإني سأفعل وسأقعد معك، وإن أعتقتني لله فخلي بيني وبين الجهاد في سبيل الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ذكرنا في الدرس السابق تحرك جيش يزيد بن أبي سفيان تجاه الشام، والوصية التي أوصاه بها الصديق، وكانت تجمع في طياتها عبقرية الصديق القيادية، حيث أن أوصاه في حسن الإدارة والتعامل مع الجند، وأوصاه بالتقوى. وسنرى أيضا من خلال الوصايا التي سيقدمها الصديق لباقي قادة الجيوش وفي تفاعل الصحابة الكرام بشكل عام، أن مدار حديثهم رضي الله عنهم يدور على تخلص القلب من الدنيا وحب الدنيا، وربط القلب بحبل الله المتين. فكان الصديق رضي الله عنه، سنرى من وصاياه ومن أحاديث وكلام وخطابات خطاب الصحابة، أن الدنيا لا مكان لها في قلوبهم، وأن قلب الصحابة معلق في اليوم الآخر. هذا ما سنراه من خلال الكلمات التي سنسمعها الآن نقلا عن الصحابة الكرام. تحرك جيش يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه باتجاه الشام لفتحها، وتحرك في 23 من شهر رجب،
وكما ذكرنا أن توافق ذلك مع فتح دومة الجندل على يد خالد بن الوليد في 24 بعد يوم من تحرك جيش يزيد. وكما أوصاه الصديق أن سر إلى منطقة البلقاء شمال الأردن وعسكر بانتظار أوامر الصديق. فكانت وجهة يزيد هي دمشق. كان سنرى أن الجيوش التي سيرسلها الصديق رضي الله عنه كل جيش له مهمة موكل بها ومنظمة. فكان يزيد بن أبي سفيان مهمته دمشق. ثم بعد 3 أيام من تحرك جيش يزيد أرسل الصديق جيش بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، وهو أيضا كان قوام هذا الجيش أيضا 7000. طبعا الجيش جيش شرحبيل بن حسنة من البداية كان جاهزا، ولكن سبب تأخير الجيش لعدة عوامل أيضا تدل على القيادة والحنكة القيادية للصديق. منها عدم اكتشاف الرومان من خلال استخباراتهم واستطلاعهم أن عدد الجيش الحقيقي. فعندما سيرى خبراء وعيون الرومان جيش يزيد سيظن الرومان أن هذا هو الجيش، فينقل الخبر للرومان أن الجيش عدده 7000. ولكن الصديق أرسل الجيش، ثم بعد 3 أيام أرسل جيشا آخر من أجل هذا العامل ومن أجل عامل آخر بسير الجيوش. قديما الجيوش تسير بالدواب، والدواب تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى غذاء. سعة الطريق، كانت الطرق ضيقة، فهناك عدة عوامل جعلت الصديق يأخذ قرارا بأن يرسل جيش يزيد. بعد 3 أيام أرسل جيش شرحبيل بن حسنة. ثم أوصاه الصديق أيضا بوصايا لا يتسع المقام الآن إلى ذكرها على غرار نصيحته ووصيته ليزيد بن أبي سفيان. ثم بعد 10 أيام بعد أن جمع الجيش الثالث من هنا ومن هناك من شبه الجزيرة العربية، وأمر عليه القائد أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، كان هو قائد الجيش الثالث. وهذا الجيش كان جل من حضر به من اليمن، وكان ممن حضر من اليمن قائد بارز من سادات اليمن، وهو وإن كان قد ارتد ولكن عاد وحسن إسلامه بعد ذلك، وهو قيس بن هبيرة، قيس بن مكشوح اليماني أو قيس بن هبيرة. واحفظوا هذا الاسم، كما قلنا سيكون له أحداث كبيرة جدا، سيكون له دور بارز في فتح الشام. فقام الصديق هناك جيش بقيادة أبو عبيدة ومعه قائد بارز. فالصديق راعى العامل النفسي حتى لا يحدث شيء نفسي بين هذا القائد، يصلح هذا الرجل يصلح القيادة، وأبو عبيدة هو أمين الأمة وهو قائد من قادات الفتح الإسلامي أيضا. فجاء إلى أبي عبيدة وأوصاه بقيس بن هبيرة، ثم جاء إلى قيس بن هبيرة وأوصاه بأبو عبيدة، يعني فعل معه كما فعل مع يزيد وربيعة الذي خرج معه من قادة العرب. وكان مما قاله الصديق لقيس بن هبيرة بيوصيه بأبي عبيدة بن الجراح، قال له إني مرسلك، يقول لقيس بن هبيرة إني مرسلك مع أبي عبيدة الأمين الذي إذا ظلم لم يظلم، وإذا أسيء له غفر، وإذا قطع وصل، رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين. هذا هو أبو عبيدة. فيستحق أبو عبيدة رضي الله عنه لقب أمين الأمة. كان أمين هذه الأمة، وهو قائد الجيش الثالث، وهو قائد الجيوش كلها إذا اجتمعت، ولذلك يستحق هذا المنصب الذي كلفه، وهو تكليف من الصديق أن إذا اجتمعت الجيوش الثلاثة سيكون الأمير العام عليهم هو أبو عبيدة بن الجراح. وتحرك أبو عبيدة رضي الله عنه بجيشه صوب الشام أيضا، وكانت وجهة أبو عبيدة كما طلبها الصديق هي حمص. فسنرى أن الصديق رتب طريقة تحرك الجيوش في بلاد الشام. كل جيش له وجهة وله مهام خاصة به. الجيش الأول جيش يزيد بن أبي سفيان سيعسكر في البلقاء، في منطقة البلقاء شمال الأردن، وتكون وجهته دمشق. والجيش شرحبيل بن حسنة في بصرة الشام. وجيش أبي عبيدة بن الجراح سيعسكر في تل الجابية، ولكن ستكون وجهته أيضا مدينة حمص.
بصرة الشام كانت مدينة مهمة جدا، لا تقل أهمية عن دمشق في ذلك الوقت. بعد 140 كيلومتر تقريبا في دمشق جيش يزيد بن أبي سفيان، بعد 140 كيلومتر تقريبا أيضا في حمص سيكون في شمال الشام جيش أبي عبيدة بن الجراح. عندما أراد التحرك جيش أبي عبيدة بن الجراح أوصاه الصديق أيضا بوصية، أيضا لا يتسع المجال، لا نريد أن نفصل فيها لضيق الوقت، ولكن أقف عند وصية بعدما تحرك أبو عبيدة بن الجراح. ناداه الصديق وكأنها وصية مودع، فأوصاها بعبارات، بوصية جامعة مانعة يجب علينا أن نحفظها حفظا ونعمل بها لأهميتها. هي فعلا تدل على الصدق الكبير الذي كان عند الصحابة. قال ضمن هذه العبارات التي وجهها لأبي عبيدة بن الجراح، قال له: يا أبا عبيدة، اعمل صالحا وعش مجاهدا وتوفى شهيدا يؤتك الله كتابك بيمينك. انظروا كما ذكرنا في بداية الدرس أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم والخليفة أبو بكر الصديق وهو أتقى الصحابة الكرام دائما يركز على نزع الدنيا من القلوب، وعلى تركيزهم ونظرهم أرواحهم في الأرض وأعينهم على يوم العرض بين يدي الله تبارك وتعالى. يؤتك الله كتابك بيمينك، هو هذا المراد، هذا الذي نريد أن نصل إليه. اعمل صالحا، هذه العبارات مهمة جدا، يجب أن نكتبها ونحفظها، هذه تكتب بحروف من نور. اعمل صالحا وعش مجاهدا، أن تصل إلى الجهاد، إلى مرتبة الجهاد، إلى ذروة سنام الإسلام، لابد لك من العبور بالعمل الصالح. كثرة العمل الصالح هو الذي يثبتك على الجهاد في سبيل الله. إذن ذروة سنام الإسلام لابد أن يتبعه ماذا؟ أعمال صالحة واستكثار من العمل الصالح. الجهاد في سبيل الله هو في ظاهره إزهاق للنفس، وتكره النفس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لتكرهه النفس. فلا بد لنا حتى نثبت في الجهاد، لابد لنا من الاستكثار من العمل الصالح. ورأينا من خطأ خطواته في الجهاد في سبيل الله ولكن لم يكثر من العمل الصالح فانتكس وسقط، فخرج منهم من كان يتبع يحالف ويعمل عميل وغير ذلك من الأخطاء التي وردت بسبب عدم الاستكثار من العمل الصالح. مما تقرر عند العلماء أن الإيمان يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعات، العمل الصالح يزيد الإيمان. والإيمان في الجهاد في سبيل الله لابد أن يكون عندك إيمان عالي جدا حتى تثبت. انظروا إلى إخواننا في غزة يضربون أروع الأمثلة. إنك عندما تعظم الدنيا وتفضلها عن الجهاد في سبيل الله فإن هذا من الوهن، وهذا مما يجعل أعداء الله عز وجل ينتصرون علينا لضعف المسلمين وليس لقوتهم. فاعمل صالحا، أكثر من الأعمال الصالحة. العمل الصالح هو الذي يثبتك في الجهاد في سبيل الله. وعش مجاهدا، يقول لأبي عبيدة أنت تذهب إلى الشام إلى قتال الروم، أعتى إمبراطورية في ذلك الوقت. فيا أبو عبيدة أكثر من العمل الصالح في الشام، ثم عش مجاهدا في الشام، وتوفى شهيدا. كيف نتوفى شهيدا؟ هل بأيدينا نختار هذا الأمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن أنت أكثرت من العمل الصالح وعشت مجاهدا بنية الشهادة في سبيل الله سيبلغك الله منازل الشهداء وإن مت على فراشك. انظروا إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد، مات على فراشه بعد كل هذه الانتصارات الحافلة في حياته رضي الله عنه. فعش مجاهدا وتوفى شهيدا وتأخذ الجائزة الكبيرة ويؤتك الله كتابك بيمينك. انظروا تعلق قلوبهم باليوم الآخر. ثم قال له عبارة
انظروا إلى فقه الصديق: وأراد بك خيرا إذ أرسلك بجيش من جيوش المسلمين لتلقى عدوه من المشركين. يرى الصديق ذهاب المسلمين للقتال في سبيل الله خير، يرى فيه الخير، بل ذروة سنام هذا الخير، ذروة سنام هذا الخير. في ظاهر الأمر الناس ترى أنه إزهاق للنفس وأنه تعب للنفس، والنفس تكره ذلك، كما قلنا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولكن الحقيقة أن الخير، كل الخير في الجهاد في سبيل الله، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن الله عز وجل يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالصديق يرى أن هذا من الخير، وإن زهقت الأنفس، وإن قطعت الأجساد، وإن حوصروا، وإن قطعوا، فهذا فيه خير اختاره الله لنا وكتبه الله لنا. وإن كان فيه كره للمسلمين فهذه الوصية جامعة مانعة من الصديق: اعمل صالحا وعش مجاهدا وتوفى شهيدا يؤتك الله كتابك بيمينك. ثم تحرك أبو عبيدة بن الجراح إلى الشام، ودخلت الجيوش الإسلامية أرض الشام. عندما علم هرقل، الآن يجب أن نعلم أمر، أن هرقل عنده معسكرين كبيرين في بلاد الشام: معسكر الكبير في القدس، والتجمع الرومان الكبير أيضا الثاني في أنطاكيا. عندما علم هرقل عن طريق عيون استخباراتهم أن الجيوش الإسلامية جاءت إلى بلاد الشام واخترقت أرض الشام، انسحب فورا من القدس إلى دمشق، ثم انسحب من دمشق إلى حمص، ثم انسحب من حمص إلى أنطاكيا، وعسكر في أنطاكيا. وهذه التحركات التي تحركها تدل على عدم رغبته في القتال المسلمين، بل وعقد اجتماعا في أنطاكيا وأخبر به جمع قادة الجيش، ومن بين كبار قادة الجيش كان أخوه تذارق، وعرض عليهم قال لهم: إني أرى أنه لو قاتلنا هؤلاء القوم، هرقل يقول لهم: إني أرى لو أن قاتلنا هؤلاء القوم لغلبونا على الشام ولقاتلونا على جبال الروم، فإني أرى أن نقسم بينهم الشام، أن نقسم معهم الشام، فنصف الأرض أحسن من ضياعها. ولكن أخوه تذارق والمجلس الذي كان معه وحاشيته رفضوا هذا الأمر وأرادوا الحرب. فعندما رآهم أنهم مصرون على القتال وحرب المسلمين، ظن في ملكه وأراد أن يسير كما أرادوا، فبدأ بتجميع الجموع. وقال الرواة: جاءته جموع كثيرة لا يعلمها إلا الله لكثرتها. ثم خطب فيهم، يخطب في جموع الرومان، وقال لهم ينتقص من المسلمين، قال: وإن جموع المسلمين لو اجتمعوا جميعا، كل جموع المسلمين، كل جيوش المسلمين التي جاءت لو اجتمعت ستكون أقل من مدينة من مدن الرومان، يستقل بهم. وإني سأمدكم بالرجال حتى لا تستطيع أرض الشام أن تتحملها، يعني سأمدكم برجال كثيرة من أجل رفع الروح المعنوية عندهم. انظروا كيف يوصي جيشه، وانظروا إلى وصايا الصديق. أبو عبيدة بن الجراح في هذا الموقف رأى أن الرومان تحشد جموع كبيرة جدا، وتحالف مع الرومان أيضا النصارى العرب، فأصبح الأمر في خطورة. ثم بهذا الموقف تحرك جيش كان بجهة فلسطين، التجمع الروماني الأول كما قلنا، التجمع في فلسطين والتجمع في أنطاكيا. فالتجمع الذي بفلسطين بقيادة أحد قادة الرومان واسمه سيرجيوس أراد أن يلتف خلف جيش المسلمين، فأرسل المسلمون له قوة بقوام 1000 فارس، اصطدمت مع الرومان في معركتين: معركة في جنوب البحر الميت وادي عربة،
ومعركة في مدينة داثنة إحدى قرى غزة، وانتصر المسلمون فيها، وإن كانت انتصار خفيف بسيط، 1000 مقابل 3000 من الرومان، ولكن كان له رفع الروح المعنوية للمسلمين. في هذه الأثناء أرسل أبو عبيدة بن الجراح ويطلب المدد من الصديق، فجاءت رسالة أبو عبيدة للصديق، وكان في وقتها في مكة المكرمة في موسم الحج في شهر ذي الحجة، كان الصديق في الحج في مكة المكرمة، وجاءته رسالة أبو عبيدة بن الجراح، فكتب له الصديق، انظروا إلى رؤية الصديق، فقال لأبو عبيدة: أما منزله هرقل، أما منزله في أنطاكيا فهو هزيمة له ونصر للمسلمين، وأما تجميعه للجنود فأنتم تعلمون ذلك، وهل كنتم تظنون أنكم ستذهبون إلى حصونهم وقلاعهم ثم لا يخرج لكم من عندهم من الجنود؟ سيخرج لكم ما عندهم من الجنود، ولكن والله نحن لا نخشى الرومان، وإن لجندي من جنود المسلمين خير من 1000 من جنود الرومان، ومع ذلك يقول الصديق: وإني سأمدك بالرجال تلو الرجال حتى لا تطلب الاستزادة. أرسل له هذه الرسالة، ثم بدأ الصديق يجمع الجموع ليرسل المدد، فجهز جيشا قوامه 1000 فارس سلم قيادة هذا الجيش، هذا المدد، لهاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن أخ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولاه قيادة هذا الجيش وأرسله مددا إلى أبي عبيدة بن الجراح. وكان عندما أمره على هذا الجيش سعد بن أبي وقاص حاضر هذا المجلس، فأوصى هاشم، انظروا إلى الوصية يا أبا الجراح، أوصاه بوصية، قال له: يا ابن أخي، هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ابن أخوه، يا ابن أخي، لا تضرب ضربة بسيف ولا طعنة برمح إلا في سبيل الله. جعل ضربك في سبيل الله وطعنك في سبيل الله. فقال له هاشم: يا عمي، كيف تريدني أن أجعل الدنيا في عيني وقد علمت أني عائد إلى ربي؟ كيف سأجعل الدنيا في عيني وأنا سأعود إلى ربي إلى يوم الحساب؟ دائما الآخرة موجودة في عبارات الصحابة، وهذا يدل على أنها في القلوب، خوفهم من الله تبارك وتعالى. ثم أرسله مددا، ثم جهز أيضا مددا آخر، جهزه بقيادة سعيد بن عامر رضي الله عنه. وفي هذه الأثناء أراد أحد الصحابة الكرام وهو بلال بن رباح، أراد الجهاد في سبيل الله، أراد أن يخرج مع جيش سعيد بن عامر ليجاهد في سبيل الله في أرض الشام. فالصديق رضي الله عنه كان يستأنس بأذانه ويتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسترجعه في هذا القرار، أراده أن يعود معه إلى المدينة. أراد الصديق من بلال أن يرجع معه إلى المدينة ولا يذهب إلى الشام. فقال له بلال: يا أبا بكر الصديق، إن أعتقتني لنفسك فإني سأفعل وسأقعد معك، وإن أعتقتني لله فخلي بيني وبين الجهاد في سبيل الله. فقال له الصديق عندما علم أن هواه في الجهاد: والله إني ما أعتقتك إلا لله، والله شهد على ذلك في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربها. لوجه الله أعتقد، والله ما أعتقتك إلا لوجه الله، ولكن استرجاعي لك بأن تعود من أجل فقط ماذا؟ من أجل أن أستأنس برأيك ومشورتك وبأذانك. ولكن أصر على الذهاب، وذهب إلى الشام مع أبو رويح الخولاني، ونزل في دارية، ومنطقة دارية كان قد نزل قبل الفتح الإسلامي قبائل من خولان من اليمن، وسكن في دارية ومات في وقبره فيها
رضي الله عنه، حتى أن بلال كان يقول عنه عمر بن الخطاب، بلال قال عنه أبو بكر، يقول عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يقصد من؟ يقصد اعتق بلال بن رباح رضي الله عنه. خرج مع سعيد بن عامر. إذا أمد أبو عبيدة بمددين، مدد بقيادة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، ومدد بقيادة سعيد بن عامر. وما زال الوضع خطير في الشام 5 أشهر ولم يحدث إلا معركتين انتصر فيها المسلمون، لكن سيكون في أثر أيضا لمعركة ثالثة سيخسرها المسلمين للأسف، نتحدث عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. في هذه الأثناء والصديق في الحج، في موسم الحج في مكة المكرمة، أراد أن يستشير أصحابه في مسألة وضع الشام، فاستشار، جمع المجلس الاستشاري الأعلى معه المجلس الاستشاري الأعلى، وبدأ يستشيره، ثم عرض عليهم أن يستشير كبراء مكة، كونهم هم الآن في مكة في موسم الحج، فأراد الصديق أن يستشير من؟ كبراء مكة وقادتها وزعماؤها، ويسمون هؤلاء مسلمة الفتح. هؤلاء تأخر إسلامهم، أسلموا بعد السنة 8 من الهجرة، بعد فتح مكة، فيسموا مسلمة الفتح. ولكن عمر بن الخطاب رفض ذلك وقال لا نساويهم بالسابقين، لا تستشيروا، لا تحضرهم إلى المجلس، لا نساويهم بالسابقين، هؤلاء أكثر من 20 سنة يصدون عن سبيل الله. يقول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي، لا نساويهم بالسابقين. هذا الخبر وصل إلى زعماء مكة. من زعماء مكة؟ عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، كبراء سادة مكة، كبراء مكة وقادتها. فجاءوا وإلى الصديق وإلى عمر بن الخطاب، فشكروا أبو بكر الصديق على رغبته في أن يستشيرهم، ولاموا عمر بن الخطاب في رأيه، فقال لهم عمر والله ما فعلت ذلك إلا لله، إني أرى ذلك من العدل. في هذا الموقف ماذا سيكون رأي سهيل بن عمرو رضي الله عنه؟ نحن عن ماذا نتكلم أصلا؟ نحن نتكلم عن ذهابهم للقتال في سبيل الله، عن قتال من؟ عن قتال أقوى دولة في ذلك الزمن، أقوى إمبراطورية في ذلك الزمان، إمبراطورية رومانية. في هذا الموقف لربما يقول سهيل بن عمرو لقد أعذر، أنتم لا تريدون أن نحضر ولا أن نخرج، فيرفض ويعود إلى بيته. ولكن كان رأي سهيل بن عمرو رضي الله عنه مخالف تماما. قال سهيل بن عمرو في موقف من أعظم مواقف التاريخ، يقول سهيل بن عمرو والله إنكم وإن فضلتمونا، إن كنتم فضلتمونا بالجهاد في سبيل الله فوالله لنستزيدن منه، وإني أشهدكم أني حبيس في سبيل الله. من لحظة هذه إني حبيس في سبيل الله، والله ما أنفقت نفقة في الصد عن سبيل الله ضد رسول الله إلا سأنفق أمامها نفقتين في سبيل الله، وما وقفت موقفا ضد رسول الله إلا وسأقف موقفين أمامه ضد المشركين. ثم نظر رضي الله عنه إلى أصحابه فقال يا أيها الناس لا تجزعوا مما ترون فإنهم دعوا فأجابوا، إنهم دعوا فأجابوا، وإنا دعينا فأبطأنا. قوموا وجاهدوا في سبيل الله، فوالله لو كنتم ترون
فضل هؤلاء، يقصد الصديق وعمر ومن سبقهم بالإسلام، لو كنتم تعلمون فضل هؤلاء ما طاب لكم عيش في الدنيا، والله لنكونن بين جيش المسلمين وبين جيش المشركين، أي سنتقدم الصفوف، سنكون في المقدمة حتى لا يرانا الله إلا مجاهدين في سبيله. عندئذ نرجو من الله أن نكون قد حصلنا بعض أجورهم. في هذا الموقف العظيم، الموقف الذي يسجل بأعظم مواقف التاريخ لسهيل بن عمرو، أراد الجهاد وحبس نفسه، ونهضت قريش بساداتها وكبرائها تريد القتال في سبيل الله. ولكن هنا في هذا الموقف نحن نتكلم عن سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب، كلهم قادات، كلهم كبراء. من سيقود هؤلاء؟ لابد أن يكون قائدا متميزا له صفات خاصة تسود هؤلاء حتى يرضوا بقيادته. لا يصلح شاب صغير، لا يصلح أي شخص. من سيختار الصديق؟ قائدا يلتف حوله كل قريش وترضى به. هذا ما سنعلمه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.